السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة بيتهيألي كده إنه بيتحدث عن نفسه. فيديو النهاردة مميز جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة رهيبة، الفراخ المشوية بتتبيلة رهيبة. أوعدك هتنسي أي تتبيلة تانية وتعتمدي التتبيلة بتاعتنا النهاردة، وخصوصا إن احنا داخلين على أيام أعياد كل سنة، وكل حبايبنا بخير وصحة وسعادة. كمان هنعمل مع بعض الرز المبهر أو الرز الهندي أو الرز الأصفر، زي ما تحبي تقولي عنه قولي. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. بس الأول لو لسه مشتركتيش في القناة انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش شير ولايك وسبسكرايب لقناتي، قناتي تايهة في المطبخ. أول حاجة معايا النهاردة فرخة كبيرة أو متوسطة على حسب الموجود عندك. هنغسلها كويس جدا، طبعا الملح بتاعنا والليمون وكل التكات والحركات عشان تطلع زي القشطة. بعد كده بنصفيها كويس جدا من المية، وزي ما قلنا قطعناها 6 قطع أو 8 قطع على حسب طبعا حجم الفرخة بتاعتنا. وهنبتدي ان احنا على البلانشة كده نعمل فيها فتحات صغيرة في الدبابيس وفي الصدور وفي كل القطع بتاعة الفراخ، عشان طبعا التتبيلة بتاعتنا الرهيبة اللي هنعملها مع بعض تخش في كل الأنسجة بتاعة الفرخة بتاعتنا. هنا كده كنت برضو بقطع الجوانح بتاعتها، وهنعمل كده تشريحات او نفتح كده الانسجة بتاعتها. وهنبتدي بقى ان احنا نحضر للتتبيلة بتاعتنا. وتتبيلتنا النهاردة خطيرة، اوعدك هتعتمدي التتبيلة دي في كل مشويات الفراخ بتاعتك. ما تنسيش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص خلصنا كده الفراخ بتاعتنا وفتحناها كلها. هنبتدي نجيب الكبة بتاعتنا، ومعايا بقى بصلتين كبار وقرن فلفل حامي او رومي لو مش بتحبي الفلفل الحامي، ومعايا حبيتين من الطماطم كده. وهنبتدي ان احنا نقطعهم تقطيع عشوائي خالص وهننزل بيهم في الكبة. بعد كده بقى في الإضافات والتكات والحركات بتاعتنا. طبعا مدام مشويات وخصوصا الفراخ يبقى لازم يكون معانا الخل. معايا كمان نص كوباية من الخل الأبيض. وكمان هنضيف للتتبيلة بتاعتنا أو للخضار بتاعنا اللي احنا هنضربه في الكبة نص معلقة من الثوم المفروم. يبقى احنا كده قطعنا الخضار بتاعنا، الطماطم الفلفل والبصل. وهنبتدي ان احنا نجهز بقى الكبة بتاعتنا، وهنضيف لها زي ما قلتلكوا نص كوباية من الخل الأبيض ونص معلقة كبيرة من الثوم المفروم اللي احنا فرمينه ومفرزينه مع بعض في القناة. هنضرب بقى كل المكونات مع بعضها في الكبة بتاعتنا لحد ما تبقى عندي خلطة كده هتشم ريحتها، واحنا لسه كمان ما ضفناش التوابل بتاعتنا. هنا بقى النور كان قطع، وهنكمل بقى الوصفة بتاعتنا في الإضاءة الطبيعية كده، مفيش أحسن من نور ربنا. هنا بقى كان النور قطع زي ما قلتلكوا، والخضار بتاعي أو التتبيلة ما اتفرمتش فرمة ناعمة، بس التتبيلة برضو تمام وهنشتغل بيها. هي خشنة إلى حد ما. هبتدي بقى أضيف البهارات بتاعتي، وورقة وقلم واكتبي ورايا. معلقة صغيرة من كل اللي هقولك عليه: كزبرة، فلفل أسود، كبابة صيني، كاري، 7 بهارات، كمون، بابريكا، جنزبيل، وبهارات فراخ، وطبعا ورق لورا وقرفة خشب وحبهان وزعتر بودر، وطبعا معلقة كده من الصلصة. وهنقلب، وطبعا ما ننساش الملح بتاعنا. هنقلب بقى كل المكونات بتاعتنا دي، وهنبتدي ان احنا نجيب المكون الرهيب اللي هيخلي الفراخ بتاعتنا جوسي وطرية جدا. معايا كوباية من اللبن الرايب، وزي ما انتي شايفة بنستخدم اللبن الرايب في وصفات كتيرة سواء حلو او حادق. اللبن الرايب كنز في بيتك، اوعي ترميه
في الفريزر شيليه وأكيد أكيد هتحتاجيه. طيب هنا بقى نزلنا كده بقطع الفراخ بتاعتنا في التتبيلة، ويفضل ان احنا نتبل الفراخ في التتبيلة الرهيبة دي قبلها بليلة كاملة، وطبعا نحطها في التلاجة. طبعا هتديكي طعم رهيب وحاجة كده فوق الخيال. احنا هنا كنا مستعجلين عليها شوية فسيبناها ساعتين بس، انت سيبيها من قبلها بيوم او قبلها بليلة يعني. خلاص كده قعدت ساعتين معانا في التلاجة، وهنبتدي ان احنا نحطها بقى. هجهز عندي كده الصاجة بتاعة الفرن. هنا حبايبي كده جبنا صاجة قديمة كده بنستخدمها لو احنا هنحطها، هنحط حاجة في الفرن ومش عايزين ان الفرن او الصاج بتاع الفرن يتبهدل. وطبعا معايا السلكة او الحاجة يعني اللي احنا بنستخدمها في المشاوي، وهنبتدي بقى نرص فيها قطع الفراخ بتاعتنا. واحنا بنشيل الفراخ من التتبيلة نحاول كده ان احنا يعني ننفضها كده ونخليها ما فيهاش اي قطع خشنة من التتبيلة، وخصوصا ان احنا تتبيلتنا النهاردة كانت خشنة شوية ما كانتش ناعمة، فطبعا مش عايزين الحاجات دي تتحروق على الفراخ او تتحرق مننا، وطبعا هتديها طعم كده مش حلو. فاحنا واحنا بنطلع الفراخ كده من التتبيلة نحاول ان احنا ايه ننفضها كده شوية أو نشيل من عليها التتبيلة اللي هي الخشنة، سواء طماطم أو بصل أو كده. في نقطة مهمة جدا، بضيف حوالي كوبايتين من المية تحت في الصاجة اللي هي حطيناها تحت الفراخ، عشان الفراخ بتاعتنا هتستوي على طبعا حرارة الفرن، والبخار اللي هيطلع من المية هيسويها. لما هبص عليها طبعا من وقت للتاني في الفرن، ولو لقيت ان المية بدأت تنشف هزودها عشان الصاجة ما تتحرقش. وكمان زي ما قلتلكوا البخار اللي طالع من المية هيسويلي الفراخ او هيساعد في تسوية الفراخ، ودي نقطة مهمة جدا. هندخلها الفرن فرن حامي مسبقا مولعاه من قبلها بحوالي 10 دقايق على اعلى درجة حرارة لمدة ساعة. وبعد الساعة هبتدي ان انا ابص عليها، لو لسه محتاجة تسوية بهدي النار شوية، وبعد كده بسيبها تكمل السوا بتاعها. هنبتدي بقى نشتغل في الرز بتاعنا، الرز المبهر او الرز الهندي. عندي حلة على النار فيها مادة دهنية، زيت وزبدة او زيت وسمنة او زيت بس زي ما انت تحبي، وبصلتين متقطعين قطع صغيرة نزلت بيهم في المادة الدهنية او على المادة الدهنية كده في الحلة، وتدبل معايا البصلاية كده. وهنزل بنص معلقة من الثوم المفروم او ربع معلقة، ويتشوحوا كده مع بعض. وهنزل قرن فلفل حامي لو مش بتحبيه، يعني بتحبيش الفلفل الحامي مش مشكلة ما تضيفوش. هنبتدي بقى ننزل بالبهارات بتاعتنا. معايا لومي اللي هو الليمون الناشف، وحبهان، قرفة خشب، قرنفل، كركم، وكاري. هنقلب كده مع بعض لحد ما احس ان البهارات بتاعتي بدأ لونها يطلع بدأت ريحتها تطلع معايا، وهنزل بيه معلقة من الصلصة، وهقلبها كويس جدا لحد ما يندمجوا كده ويتجانسوا مع بعض. والتكاية الحكاية هنزل بيه معلقتين كبار من الكاتشب، ودي نقطة اختيارية، لو مش حابة تضيفيها مفيش مشكلة، ممكن تكتفي بالصلصة بس. وكمان لو مش حابة تضيفي الصلصة ما تضيفيهاش، هي بس بتعزز لي اللون بتاع الرز بتاعنا، وطبعا بتديله نكهة مختلفة. غسلنا الرز بتاعنا، وهستخدم رز مصري في الوصفة. ممكن تستخدمي الرز البسمتي، وفي نوع من الرز البسمتي بيكون اسمه الرز الهندي، بتروحي للعطار وبتقولي له او من اي طبعا سوبر ماركت، وتقولي له انا عايزة رز هندي. وطبعا الرز البسمتي او الرز الهندي بيبقى المية بتاعته او السوائل بياخد سوائل اكتر من الرز المصري. الرز المصري كل كوباية بتاخد كوباية من المية، أما الرز البسمتي بياخد الكوباية بتاخد من كوباية ونص لكوبايتين من المية. وفي أنواع بتحب إن انتي تنقعيها قبل ما تسويها، ده طبعا بالنسبة للرز البسمتي.
خلاص بقى شوحنا كل الرز مع التتبيلة بتاعتنا تشويحة تمام لحد الرز ما تغلف معايا كويس جدا بالمادة الدهنية. هضيف له مية سخنة، العقد بتاعه زي ما امهاتنا بيقولوا كده، او السوائل بتاعته او المية. ممكن تضيفي شوربة لو عندك، مش عندك هتضيفي مية سخنة زي ما احنا عملنا كده. وهنضيف مكعب من مرقة الدجاج وحوالي ربع معلقة من الملح. خلي بالك من الملح لان انتي هتبقي ضايفة معانا في المكونات هنا مكعب مرق الدجاج عشان الرز بتاعنا ما يبقاش مالح زيادة عن اللزوم. ظبطنا كده المقدار او المعيار بتاع المية، وهنقلبه تقليبة كده خفيفة ونغطي عليه يغلي غلوة واحدة. وبعد كده نقلبه ونهدي عليه النار. انا هنا كنت نقلته على عين هادية لانه هو غلى غلوة، وحسيت ان العين بقى يعني ممكن تكون عالية عليه، فنقلته على عين البوتاجاز اللي هي الصغيرة. هنقلب بقى كده وهنغطي عليه زي ما انتوا شايفين هنا. الرز لسه ما استواش لكنه مفلفل معايا ولونه ولا اروع من كده. هغطي عليه وهسيبه يكمل التسوية بتاعته، وهنشوف هنعمل بعد كده ايه. سبته بقى شوية وبعد كده فتحت عليه لقيته خلاص تمام استوى وزي الفل. هنبتدي بقى ان احنا نجهز الصينية بتاعتنا او السرفيس بتاعنا اللي هنقدم فيه الفراخ بالتتبيلة الخطيرة والرز المبهر بتاعنا او الرز الاصفر. قدمناه مع سلطة خضراء، ممكن كمان تقدميه مع سلطة طحينة او بابا غنوج، وشكلي ونوعي زي ما انت عايزة. دي حاجة ترجعلك. زي ما انت شايفة الوصفة لذيذة جدا ورهيبة جدا وتتبيلة اعتمديها، وخصوصا ان احنا داخلين على العيد الكبير. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي، قناتي تايهة في المطبخ. وما تنسوش الدعاء لاخواتنا، اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.